بطنك شكلها غريب، مش بطن طبيعية، والبقع اللي في جلدك دي بتخليني قرفان اقرب منك. انا كنت فاكرك انضف من كده، لكن انت بجد مقرفة وشكلك قفلني. انا مش متجوزك عشان اتقرف. في بنت اتجوزت بعد سنين حب واتطلقت بعد شهر عشان جسمها ما عجبوش. جلدها كان فيه بقع كان بيقرف من شكلها. كان عندها كرش كانت بتحاول تداريه باللبس عشان وزنها كان 90 كيلو، عشان بتتعب لما بتتحرك كتير او بتعمل مجهود زيادة. وشها حلو جدا وقلبها حلو جدا، بس عندها شوية مشاكل في جسمها قال لها حرفيا انت دمرتي احلامي. بطنك شكلها غريب، مش بطن طبيعية، والبقع اللي في جلدك دي بتخليني قرفانة اقرب منك. انا كنت فاكرك انضف من كده. اهتمتي بريحتك وشكلك الحلو ووشك، وما اهتمتيش اني هتجوزك، ولازم تبقى كل نقطة فيكي زي الكتاب ما قال. انا قلت الرجيم هيخسسك، لكن انت بجد مقرفة. شكلك قفلني. كان لازم تقولي لي قبل الجواز عيوب جسمك، وان حركتك بطيئة وبتتعبي من اقل حاجة. انا مش متجوزك عشان اتقرف. وطلقها بمنتهى الاهانة وقلة القيمة. اول ما اتطلقت راحت لدكاترة نفسيين عشان تتعالج من الصدمة والكسرة اللي كانت فيها. كانت بتاخد ادوية عشان تعرف تنام. كانت بتخاف تبص في المراية وتشوف جسمها اللي هو قال عليه كل ده، وهو جسم عادي زي كل الناس. بعد فترة من علاجها النفسي اتعرفت على اخو الدكتور اللي كان بيعالجها. حبها من اول نظرة وهي في العيادة عند اخوه، وكان عارف كل قصتها واتجوزها بعد شهرين بس، مش بعد 3 سنين حب ولا حاجة. ودلوقتي بتقول انها بتعيش اجمل ايام حياتها، وان جوزها راضي وموافق بكل العيوب اللي فيها. بالعكس، ده بيشوفها اجمل ست شافتها عينه. ودلوقتي هي حامل ومستنية اول بيبي. بقت شكل تاني ونفسية تانية وإنسانة تانية كلها حيوية وطاقة وإيجابية. اوعى تفتكر أو تفتكري إن الشخص اللي انت حبيته واخترته ده ملاك نازل من السما وهيتقبلك بكل عيوبك ومشاكلك. الحب اللي ما بيسندش بيعجز، واللي خلق فلان خلق غيره. ربنا كريم جدا وجميل جدا، وخليك واثق إن اختيارات ربنا بتكون دايما أجمل وأحسن ليك. سلم أمرك لله والاختيارات ليك. سلام.